A few moments later. كان ليا في يوم حبيب يخسر باني، بالغالي اشتريته بالرخيص باني. يا سلام على صوتك الجميل يا برشامة، ايه الحلاوة دي يا ابني؟ انت تاني يا لهوي. هو انا مش وحشك ولا ايه؟ يا عم بلبس ابعد عني، خلينا اطلع من المكان المعفرت ده. واضح كده انك لسه لسانك طويل وانا لازم اربيك. يا عم ابوس على ايدك، لا طويل ولا حاجة، سيبني في حالي. اسيبك في حالك ايه؟ ده انت صوتك حلو وعجبني، انا هجوزك بنتي. على اخر الزمن هتجوز عفريتة؟ هي ناقصاك انت كمان. هو انت الطول تتجوز عفريتة؟ ده هتخليك ملك. ابوس على ايدك، لا عايزة ابقى ملك ولا عايزة ابقى سلطان، حل عن دماغي دلوقتي. دي فرصة يا برشامة ومش هتتعوض، الفرصة ما بتجيش غير مرة واحدة بس. ايه ده يخرب بيتك، هو انت واكل ايه؟ لسه واكل محشي وحياتك دلوقتي. كفاية يخرب بيتك، مفيش اكسجين هموت. لا انا عايزك تجمد كده، هو انت لسه شفت حاجة؟ الله يخرب بيت امك، انا مش قادر اخد نفسي. اطلع بره بسرعة قبل ما البسك. ثانية واحدة بس، فاضل لي واحدة. يا حرام، ده اتصدم. A few moments later. الحقنا يا برشامة. لا الحقك ده ايه، ما تولع بجاز. الحقني وانا هساعدك في كل حاجة، هكون دراعك اليمين. موافق، بس لو عملت حاجة عكس كده انا هحرقك. يخرب بيتك، ده انت تقيل قوي. شكرا يا صاحبي، أمرني، نفسك في ايه؟ نفسي في ايه، نفسي في ايه؟ انا عايز اطلع الاول على المدرسة واكون اشطر واحد في الفصل. اوامر، انت تؤمر. وتصحيني بدري علشان اروح المدرسة. اصحيك بدري؟ ده كان ناقص تقول لي غير لي البامبرز كمان. في ايه؟ انت هتنرفزني عليك ليه؟ خلاص اللي انت عايزه يا ريس. ايوه كده، اشكال ما بتجيش غير بالعين الحمراء. يلا طب روح نام عشان تصحى بدري. اياك تنسى تصحيني بدري بكره، انا ماشي اهو. انا ايه اللي عملته في نفسي ده جاي يحقق احلامه عندي. يا برشامة اصحى، زفت المدرسة هتفوتك. عايز يا زفت، انت بتعلي صوتك ليه؟ مش انا نايم؟ مش انت طلبت مني اصحيك عشان اوديك المدرسة بدري؟ طب وفيها ايه يعني لو شلتني ودخلتني المدرسة زي ما انا كده؟ ما ينفعش يا برشامة بيه، انت هتبقى اشطر واحد في المدرسة، يعني لازم تبقى نشيط وتقوم تروق حالك كده وتنشط شعرك. معاك حق، انا اقوم اهو، بس انا ليه عندك شوية طلبات كده. خير اؤمر. انا عايزك بقى تصبغ لي شعري وتجيب لي نضارة حلوة كده علشان ابقى واد جنتل في المدرسة. وماله، انت تؤمر. ايه رأيك؟ ايه ده يا عم، انت ملبسني خوذة؟ انا رايح المدرسة مش رايح حرب، وايه النضارة دي؟ خلاص هغير لك كل ده. ايه رأيك؟ قولي. الله يخرب بيتك يا جدع، انت ما بتفهمش، انا بقول لك رايح مدرسة ملبسني زعبوط وبعدين مش عارف تجيب لي نضارة حلوة، امال انت عفريت ازاي؟ طب خلاص اهدى، طيب هشوف لك حاجة حلوة. يا عم ابوس على ايدك، ده انت عفريت قديم قوي، هات لي حاجات حديثة شوية كده، حاجات اللي يشوفها يقول واو ايه الحلاوة دي يا برشامة. حاضر. ايه رأيك في التسريحة دي؟ يا جدع انت كرهتني بنفسي، انت خليتني شبه حموكش يا صاحبي، في ايه؟ خلاص والله لا اعمل لك تسريحة المرة دي تقول الله ينور عليك. ايه رأيك؟ يا ربي يا
كده سخطتني قرد، الله يخرب بيتك يا جدع، ابوس على راسك، هاتلي ستايل حلو. حاضر. اخلص يلا، شيل 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 كل الزفت اللي انت عملته ده، يلا. حاضر، هعمل لك حاجة حلوة المرة دي، ودي آخر مرة عشان احنا تأخرنا على المدرسة. ايه رأيك كده؟ والله انا مش هقول لك رأيي، هاخد رأي الناس، هم اللي هيقولوا حلو ولا وحش. هنشوف دلوقتي. قولوا لنا رأيكم في الكومنتات، ايه رأيكم في التسريحة الجديدة دي؟ يلا لبسني النضارة، يلا اخلص. حاضر. ها، مش كفاية لحد كده عشان اتأخرنا على المدرسة؟ يا نهار اسوح، انا اتأخرت على المدرسة والاستاذ صالح هيعلقني من رجلي. لا عيب عليك، ما تقلقش، انا هدخلك الفصل قبل الأستاذ صالح. بس يلا خف نفسك شوية، يلا بينا. يلا انا جاهز اهو. يلا اركب اركب، خليني اوصلك بسرعة. استعنا على الشقة بالله. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير يا مستر. امال الواد الخايب برشام اتاخر كده ليه؟ لا بعد اذنك يا مستر، انا ما اتاخرتش، انا موجود في الفصل قبل منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت طلعت امتى يا ابني؟ لا مستر، الف سلامة على النظر، انا موجود من بدري، انت ما خدتش بالك ولا ايه؟ يخرب بيتك انا برشام، عملتها ازاي دي؟ يا اسطى انا مفيش حد يتوقعني. وبعدين ايه الشياكه دي يالا؟ ايه تسريحه الشعر الجامده دي والنضاره الحلوه دي؟ لا انا عايزك تتعود على كده، لانك كل يوم هتشوفني بطقم جديد. طب ايه يا اسطى، ما تقولي انت بتجيب الحاجات دي منين؟ اخوك غلبان. بقول لك يا حموكشه، ابعد عني دلوقتي يا حموكشه لحد ما نشوف الاستاذ صالح ده عايز ايه. طب خلونا نبدأ في الدرس، يلا. ريس برشامة، لو احتجت اي حاجة انا معاك اهو. حبيبي يا عفركوش، خلينا بقى نركز في الحصه عشان محدش ياخد باله. السؤال الأول ليك أنت يا برشامة، عشان أنت خايب كده، وخلينا نبدأ بيك عشان تتضرب على الصبح. لا يا مستر بعد اذنك، انا مش خايب، واي سؤال هتساله انا هجاوب عليه. طب جاوب لي على السؤال ده يا شاطر. قول لي مين هو مكتشف الأمريكتين؟ مكتشف الامريكتين كريستوفر كولومبوس. كريستوفر كولومبوس يا مستر. لا ما شاء الله، شكلك مذاكر كويس. لا ما انا قلت لك يا مستر، اي سؤال هتسالهولي انا هجاوبك على طول، وما فيش سؤال هيبقى صعب عليا من دلوقتي ورايح. ايه الواد هيعلم عليا ولا ايه؟ طب خد السؤال ده. من هو الذي فتح الأندلس؟ ما تفكرش كتير، طارق بن زياد. طارق بن زياد يا مستر. لا ما شاء الله عليك يا برشامة، ده انت بقيت شاطر قوي. امال ايه يا مستر، ده انا لسه هبهرك كتير قوي. ما تفتحش صدرك قوي احسن نروح في داهية. ليه وانت مش عفريت؟ عفريت، بس انا كنت فاشل في الحاجات التاريخية دي. امال انت بتجيب اجابه الاسئله دي منين؟ وحياتك بروح اجيبها من جوجل. طيب وبكده يا ولاد تكون الحصة خلصت، وانت يا برشامة استعد ليا في الحصة الجاية، انا هجيب لك اسئلة صعبة تعرف تجاوب عليها. لا يا مستر اطمن، انا مستنيك لحد الحصه الجايه. A few moments later. لا بس ايه الحلاوه دي يا برشام؟ انت جبت الشطاره دي منين يا ابني؟ يا ابني دي اقل حاجه عندي، ما انت عارف اخوك برشامه بقى لما بيذاكر ويحط دماغه في المذاكره محدش بيقف قدامه. طب ايه يا عم، تاخدنا ذاكر معاك عشان ابقى شاطر زيك كده. لا تذاكر ايه معايا، انا مش بحب اذاكر مع حد، انا بحب اذاكر لوحدي. طب وايه الشياكه دي يا اسطى؟ مش ناوي تجيب لي نضاره حلوه زي اللي معاك دي ولا ايه؟ يا اسطى انت عارف ان اخوك برشامه طول عمره شيك، وبعدين كان عن النضاره اجيب لك نضاره يا صاحبي، مش خساره فيك. خلاص يا صاحبي اما نشوف، بس ما تنسانيش. عاد عليك يا حموكش، ده انت حبيبي. يلا هسيبك بقى واشوفك بكره في المدرسه. ماشي يا صاحبي. عفركوش. يا عيون عفركوش. يلا شيلني روحني. اركب يلا. يخرب بيتك، ده انت تقيل قوي. عايز مني حاجة؟ استنى، انت رايح فين؟ انا رايح انام. تنام ايه يا ابني؟ مش تشوفني في الاول عايز ايه؟ وبعدين في عفريت بينام اصلا؟ ايوه يا ابني انا بنام، ما انا مختلف عن اي عفريت. طب بقول لك ايه، شيل بس البتاع اللي انت حاططها لي على دماغي دي والنضاره دي، وعايز اكل فاكهه، اتصرف يلا. وماله، عينيا حاضر. تا 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 تا، الفاكهة جنبك. ده انت عفريت ابن جنيه. يلا روح دلوقتي، ولما انت عليك تجيلي بسرعه عشان هطلع القهوه.
طب وما تطلع القهوة على رجليك، لازم اشيلك انا يعني؟ ايوه، انت وراك ايه غيري يعني؟ حاضر يا برشام بيه، اللي انت عايزه. يلا انصراف. اما اكل بقى الفاكهة دي. الحمد لله. اما اروح اطلع اقعد على القهوة شوية. مساء الفل يا ماما. اهلا وسهلا، رايح فين يا شملول؟ طلع اقعد على القهوة شوية يا ماما. قهوة ايه يا منيل على عينك، خش ذاكر. لا يا ماما، انا مش هذاكر، ماليش نفس. اسمع الكلام بدل ما يجي ابوك واقول له. قولولي يا ماما، انا ماليش نفس اذاكر، طلع على القهوة. عايزة حاجة؟ ابا يا ابن الموكوسة يا اللي ما بتسمعش الكلام، حاضر لما يجينا ابوك. السلام عليكم يا حاجة. وعليكم السلام يا حاج. في ايه مالك قلبة وشك ليه كده؟ ابنك اللي انا مش قادرة عليه، مش عايز يقعد يذاكر وسابني وراح قاعد على القهوة. راح قاعد على القهوة وسايب المذاكرة بتاعته؟ طب لما يجيني. انا عايزك تطلع عينه يا حاج، خليه يذاكر، ده ما بيسمعش الكلام خالص وتعبني وبغلبني. حاضر يا حاجة، صبرك عليا بس لما يجيني. قول لي يا برشامة، هتعمل ايه بكرة مع الأستاذ صالح؟ لا يا عم ما تقلقش، الاستاذ صالح ده امره سهل خالص وبسيط. ازاي يا ابني وانت مش بتذاكر؟ انت بتجاوب على الأسئلة دي ازاي؟ يا ابني دي موهبة من عند ربنا كده. ازاي يا عم وانت اصلا طول السنة كنت خايب؟ يبقى ازاي موهبة؟ خايب يا حموكشة، انا الفترة اللي فاتت دي كلها ما كنتش برضه اجاوب على اي سؤال مراعاة لشعور زمايلي. برشامة بيه، مش كفاية لحد كده؟ يلا بينا نروح. يلا بينا يا عفركوش. في ايه يا برشامة، انت بتكلم نفسك ولا ايه؟ لا انا بفكر بس بصوت عالي. يلا بينا نروح بقى وكفاية لحد كده. يلا يا صاحبي. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام يا بيه، كنت فين كل ده؟ كنت على القهوة. وما قعدت ذاكرت ليه؟ ليه يا حاج بس لا سمح الله؟ اسألني أي سؤال وأنا هجاوبك على طول. يعني لو سألتك أي سؤال هتعرف تجاوب؟ أكيد يا حاج، اسأل. ايوه يا حاج، ده انت لو سألته اي سؤال مش هيعرف يرد عليك، انا عارفة ده ما ذاكرش ولا كلمة النهاردة. في إيه يا ماما، أنت بتسخن أبويا عليا ليه كده؟ لا انت قليل الادب وما بتسمعش الكلام ابدا، وهو حلال فيك اللي هيعمله دلوقتي. طب يا جماعة انتوا ليكم عندي تسألوني، لو ما عرفتش أجاوب اعملوا فيا اللي انتوا عايزينه. طب قول لي يا برشامة، 600 على 22 فيها الكام؟ 600 على 22 فيها 27. 600 على 22 فيها 27 يا حاج. طب لو قلت لك 26 في 56 بكام؟ مش هتعرف تجاوب، جاوب يا روح امك. 26 في 56 1456. هتبقى ب1456. بسم الله ما شاء الله. ايه يا واد الحلاوة دي؟ ما الواد مذاكر كويس اهو يا ام برشامة، ظلمتيه ليه؟ علشان تعرف بس يا بابا ان انا دايما مظلوم معاكم في البيت ده. والله يا حاج ما ذاكر ولا فتح كتاب النهارده، ده كأنه مخوي جن. وبعدين بقى في امك وطولة لسانها دي. خلاص بقى عفركوش مساحة فيا انا. انت مالك يا ماما ومالك جن يا ماما، خلينا في حن ابوس على ايدك. جن لما يلبسك. يلا روح اتخمد عشان عندك مدرسة بكرة الصبح بدري. حاضر يا ماما. الواد ده مش طبيعي ابدا يا ابو السيد. ليه؟ ده انت ظلماه، الواد شاطر ودماغه حلوة من زمان. ده الواد بسم الله ما شاء الله دماغه آلة حاسبة. بس صلى على النبي في قلبك كده بدل ما تحسد الواد. خلاص بقى عفركوش، دي ما كانتش كلمة قالتها امي. والله علشان خاطر هي امك، بس غير كده انا كنت حرقتها في مكانها. طب يلا بقى ننام عشان بكرة نصحى بدري للمدرسة. يلا انت واقف ليه؟ انت عايز ايه تاني مني؟
تعالى نام جنبي يلا عشان تصحيني بكرة. اذا كان كده ماشي. الله يخرب بيتك عفريت، حتى انت كمان بتشخر. في ايه؟ انت بتضربني ليه؟ يا جدع مش عارفة انام من شخيرك طول الليل، يخرب بيتك. خلاص نام، مش هشخر تاني. انت يا زفت، قوم يا زفت، ميعاد المدرسة هيفوتك. في ايه يا ماما؟ في حد يصحى حد بالطريقة دي؟ قوم يا موكوس على عينك، المدرسة هتفوتك. حاضر يا ماما. انت يا زفت اللي اسمك عفركوش، عايز ايه؟ سيبني نام شويه. قوم الله يخرب بيتك، المدرسة هتفوتني. روح انت وانا مستنيك هنا. الله يخرب بيتك يا عفريت، انت كمان راحت عليك نومة زيي. يلا فز قوم، المدرسة هتفوتني. في ايه يا جدع؟ الواحد ما يعرفش ينام منك شويه؟ يا جدع حرام عليك، انت طول الليل ما شبعتش نوم. وحياتك اللي يسيبني انام اسبوع كمان. طب يلا بينا بقى، وديني المدرسة. يلا بينا وامري لله. اركب، استعنا على الشاب بالله. A few moments later. السلام عليكم يا اولاد. وعليكم السلام يا مستر. اما الواد برشام اتاخر كده ليه؟ ولا هو خاف ما يجيش النهارده ما يعرفش يجاوب على الاسئله؟ لا يا مستر، برشامة هيجي دلوقتي. انا جيت يا مستر. انت لازم تتضرب. ايه اللي اخرك لحد كده؟ معلش يا مستر والله راحت عليا نومة. وايه اللي يخليك تروح عليك نومه؟ مش تنام بدري وعارف عندك مدرسه الصبح؟ خلاص يا مستر مش هتتكرر تاني والله. طيب انا هدخلك، بس قول لي وقول للناس انت ليه مسمينك برشامه؟ ليه بس يا مستر كده الإحراج ده؟ ولا احراج ولا حاجه يا ابني، اتكلم اخلص. بصراحة كده يا مستر مسميني برشامة علشان أنا في الامتحانات كنت دايما ببرشم كل المذكرات اللي معايا. كنت بتغش يعني؟ مش قوي يعني يا مستر. طب يلا ادخل اقعد عشان نبدا الحصه على طول. حاضر يا مستر. دلوقتي هنبدا الحصه بتاعتنا، كله يركز معايا. يا اسطى انت ايه اللي اخرك كل ده؟ اسكت يا عم، أنا ما جاليش نوم طول الليل. ليه كده؟ بصراحة كده كنت قاعد بفكر في المستقبل بتاعي وقاعد أخطط علشان عايز أعمل مشروع حلو. مستقبل ايه يا ابني؟ ما انت اللي فيه التعليم ده مستقبلك برضه. والله يا حموكشة جيت للجد، أنا مش عايز أتعلم. ليه يا ابني؟ ده التعليم حلو يعني، هيخليك ليك قيمة وليك لازمة وسط الناس. انت بتتكلم في ايه؟ بس الصوت، الجماعه اللي بيتكلموا هناك. انا محضر لك شويه اسئله يا برشامه، لو عرفت تجاوب عليهم انا هخليك رئيس الفصل. ايه ده بجد؟ هتخليني رئيس الفصل يعني؟ اكيد، لكن لو ما جاوبتش على الاسئله دي هتبقى خايب زي ما انت. لا يا مستر، أنا هجاوب على أي حاجة قلت لك قبل كده تسألني فيها. خد السؤال ده. متى بدأت الحرب العالمية الأولى؟ الحرب العالمية الأولى. عفركوش، أنت يا زفت اللي اسمك عفركوش. اتفضل يا برشامه بيه. شوف لي إجابة السؤال ده بسرعة. متى بدأت الحرب العالمية الأولى؟ سنه 1914. سنة 1914. برافو عليك يا برشامة. تقدر تقول لي متى نشأ أول برلمان في العالم؟ واتنشأ سنة كام؟ ده إيه السؤال الصعب ده؟ ما تسالنيش، السؤال ده صعب عليا. الله يخرب بيتك، إزاي ما أسألكش؟ اتصرف، ده أنا لو معرفتش أجاوب مش هكون رئيس الفصل كده. طب ثانيه واحده. هي يا برشامة سكت ليه؟ لحظة واحدة يا مستر بفكر. الله يخرب بيتك يا عفركوش، انت اتأخرت كده ليه؟ هي عملت ايه اخلص؟ كان في ايسلندا عام 930. كان في ايسلندا يا مستر عام 930 ميلاديا. يا كسوفك يا أستاذ صالح، الواد جاوب على أصعب سؤال بالنسبة لك. أنا لازم أديله عملية حسابية صعبة ما يعرفش يحلها. ولا بلاش عملية حسابية، ده شاطر في الحساب وفي كل حاجة. طب خد السؤال ده.
ما هي المدينة التي كانت عاصمة روسيا قبل موسكو؟ مدينة بطرسبرغ. مدينة بطرسبرج يا مستر. ايه ده، بسم الله ما شاء الله، انت بقيت قاموس يا ابني. تلميذك يا مستر. انا لازم اروح للمدير دلوقتي حالا واخليه يجي يشوف المعجزة دي. اطلع يا استاذ برشامة واقف على الفصل لحد ما اوصل للمدير وارجع تاني. حاضر يا مستر. يا جماعة أنا عايزكم تتعلموا الموهبة اللي أنا فيها وتذاكروا ليل ونهار علشان توصلوا للمستوى اللي أنا وصلت له ده. انتوا ما تعرفوش قد إيه أنا بتعب. احنا من اولها هنبتديها كدب. يا عم بعد عني، سيبني اخد فرصتي. ده انت مقضيها نوم في البيت ومش نافع في اي حاجة، ومن غيري ما كانش هيبقى ليك لازمة. طب اسكت يا فركوش عشان محدش ياخد باله مننا دلوقتي. واعمل حسابك مدير المدرسة جاي دلوقتي هيسألني أسئلة صعبة. خليك واقف معايا. لا انا عندي مشوار حالا دلوقتي. مشوار ايه؟ الله يخرب بيتك، كلها ساعة وهنروح كلنا. ازيك يا سيادة المدير؟ الحمد لله يا استاذ صالح. يا سيادة المدير انا جاي لك دلوقتي حالا علشان تيجي تشوف المعجزة اللي عندي في الفصل. خير يا استاذ صالح، في ايه؟ انا عندي طالب متفوق جدا، عايز حضرتك تيجي تبص عليه بنفسك. اسمه ايه الطالب ده؟ برشامة يا فندم. نعم، ايوه اسمه برشامة. مش هو ده الطالب اللي كنت دايما بتقول عليه فاشل ودايما بتشتكي منه؟ هو يا فندم، بس الوضع اتغير خالص دلوقتي. طب يلا بينا يا استاذ صالح، خلينا نشوف الطالب ده. السلام عليكم يا اولاد. وعليكم السلام. الحق يالا برشامة، ده المدير جاي الله يخرب بيتك. اجمد كده اجمد، مش عايزك تخاف. الاستاذ صالح بيشكر فيك جدا يا برشام وبيقول انك ما شاء الله متفوق. انا جاي دلوقتي وعايز اشوف الموهبة بتاعتك، هسألك دلوقتي شوية اسئلة. وماله، اتفضل يا سيادة المدير، انا تحت امرك. تقدر تقول لي متى تم خلق آخر إمبراطور ألماني؟ بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1918. بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1918. بسم الله ما شاء الله. تقدر تقول لي من هي أول طبيبة في العالم؟ إليزابيث باكويل. أول طبيبة في العالم يا مستر إليزابيث باكويل. مش أنا قلت لك يا سيادة المدير إن ده موهبة وانفجرت؟ واضح أوي ما شاء الله. طب أنا هسألك سؤال أنت يا حموكش، ما هو نظام الحكم في دولة فيتنام؟ نظام الحكم. خليك مستعد للإجابة علشان هيسألني أنا دلوقتي. ما تقلقش يا برشامة بيه، أنا في ظهرك أهو. بصراحة مش عارف يا مستر. إزاي يا ابني؟ ده أنت كنت أشطر واحد في الفصل. جاوب له أنت يا برشام على السؤال ده. الإجابة بسرعة. نظام الحكم جمهوري اشتراكي. نظام الحكم جمهوري اشتراكي يا مستر. برافو عليك. أنا لازم أتصل بوكيل الوزارة حالا وأقول له على الموهبة اللي عندنا دي. ألو السلام عليكم، معالي الرئيس، أخبار حضرتك؟ بخير الحمد لله يا سيادة المدير، اتفضل. إحنا يا فندم عندنا موهبة فذة، أتمنى إن حضرتك تشرفنا في المدرسة بتاعتنا وتشوفها بنفسك. أوي أوي، ده أنا أجيلك حالا. إحنا بنشجع المواهب وبنشجع العلم وبنشجع طلاب العلم. بكرة إن شاء الله أكون عندكم. متشكرين يا معالي المستشار، السلام عليكم. يا جماعة انتوا كبرتوا الموضوع أوي والله. أعمل حسابك بكرة يا برشامة، وكيل الوزارة جاي يشوفك بنفسه بكرة. ده انت بسم الله ما شاء الله عليك يا ابني، قاموس في العلم. A few moments later. خلاص كده يا اولاد، دلوقتي الحصه خلصت، تقدروا تروحوا. بس قبل ما تمشوا انا عايز اقول لبرشامه كلمه. انا مش عارف اقول لك ايه يا برشامه والله، بس انت رفعت راسي قدام المدير، وبصراحه كده حاجه تدعو للفخر. البركة فيك برضه يا مستر، ما أنا تلميذك. عايزك كمان لما يجي وكيل الوزاره تشد حيلك كده وترفع راسنا قدامه. طبعا طبعا يا مستر، دعواتك معانا. ابسط ابسط يا ابن المحظوظة، خليتك أشطر واحد في المدرسة كلها أهو، ووكيل الوزارة بنفسه جاي يشوفك. انت حبيبي يا عفركوش، اكيد تسلم يا صاحبي. انت هدية كده وجاتلي من ربنا. يلا يا اولاد تقدروا تروحوا دلوقتي.
ما تنساش بقى حموكشة تعدي عليا بالليل، انا في انتظارك. لا يا صاحبي، ودي تيجي برضو، انا لازم اعدي عليك بالليل ونقعد مع بعض شويه. قشطة يا صاحبي، اتفقنا خلاص. يلا سيبك انا. عفركوش، نعم يا برشامة بيه. يلا شيلني روحني. يلا اركب بسرعة. قومي يا حاج اعملي كوباية شاي عشان انا دماغي متصدعة جامد. عينيا يا حاج، حاضر. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام يا ابني. يا حاج انا جاي اقول لكم خبر هيفرحكم جدا. خير يا ابن الموكوس، ايه خدت ملحق ولا ايه؟ فلا الله ولا فالك يا ماما. امال ايه الخبر اللي هيفرحنا؟ ها انجز. فين يا ماما؟ هو انت بتعاملين المعاملة دي كده ليه؟ استني بس يا حاجة نشوف منه الخبر اللي هيفرحنا ده. قول يلا يا برشامة. عايز اقول لك يا حاج ان وكيل الوزارة جاي بكرة مخصوص المدرسة عندنا علشان يشوفني. ايه وجاي يشوفك ليه ان شاء الله؟ علشان بتجيب ملاحق كل شهر؟ والله يا ماما انت لو لقياني عند المعبد اليهودي مش هتعاملين المعاملة دي. امال جاي يشوفك ليه؟ جاي يشوفني يا بابا علشان ابنك بقى اشطر واحد في المدرسة كلها. ما شاء الله، انت بتتكلم جد؟ اه طبعا بتكلم جد يا بابا. انا مش مصدقه الواد ده ابدا. ليه بس يا حاجة؟ الواد شاطر. شاطر ايه بس يا حاج؟ ده مش بيذاكر ولا كلمه، ازاي هيكون شاطر في المدرسه؟ شاطر ايه بس يا حاج؟ ده مش بيفتح كتاب ولا بيذاكر كلمه، ازاي هيكون شاطر في المدرسه؟ طب وانت يا ماما مش تفرحيلي بدل ما انت زعلانة كده؟ هقول ايه؟ ربنا يوفقك. انا هسيبكم واروح انام عشان بكرة عندي مدرسة. وكيل الوزارة جاي يشوف برشامة عشان بقى شاطر؟ الكلام ده مش داخل دماغي ابدا. ده الواد كان خايب وكل يوم بيجيني من المدرسة معيط من كتر الضرب. ربنا ينفخ في صورته. صباح الخير يا أولاد. صباح النور يا مستر. أحب أعرفكم بنفسي، أنا أحمد فودة وكيل الوزارة. جيت هنا عندكم المدرسة بدعوة من السيد المدير علشان أشوف الموهبة الفذة برشامة. بقيت اشطر واحد في المدرسة ووكيل الوزارة جاي لك بنفسه. والله ما حد هيجيبني لورا غير نقك ده. يا جدع حرام عليك، زلت امي معاك. طب اسكت واخلص خالص، بدل ما تقول لي شكرا ركز وبص قدامك. دلوقتي يا برشامة أنا هسألك 3 أسئلة، إن جاوبت عليهم هتكسب 5000 جنيه. دي حاجة تقديرا ليك. 5000 جنيه؟ اجهز يا حزين، دي فيها 5000 جنيه. ما تشيلش اهم حاجة يا برشامة بيه. حبيبي. من هو مخترع الهاتف؟ الكسندر جرهام. مخترع الهاتف هو الكسندر جرهام. بسم الله ما شاء الله. طب ما هو اسم مدينة اسطنبول قديما؟ كان اسمها قديما بيزنطة. كان اسمها مدينة بيزنطة يا مستر. من هو الملك الذي أطلق عليه قلب الأسد؟ ملك انجلترا ريتشارد قلب الاسد. ملك انجلترا ريتشارد قلب الاسد. بسم الله ما شاء الله. انت حاجة بصراحة تدعو للفخر والبركة في الأستاذ صالح. العفو جنابك. بعد جوابك على الأسئلة الصعبة دي انت تستاهل انك تاخد 5000 جنيه. يس كسبت 5000 جنيه. ما تنسانيش يا برشامة، انا هاخد النص. يا ابني نص ايه يا ابني؟ دول 5000 جنيه يعني مش مستاهلين. انت عارف ان انا عليا جمعية وعايز اسددها. طب يعني انا مش ليا نصيب في الليلة دي ولا ايه؟ طب يا ابني هو انا حرمك من حاجة؟ نوم في الحمام وبخليك تنام، ما تبصليش فيهم ابوس على ايدك لحسن يقعوا مني. يعني بعد كل ده مش عايز تدينا حتى نص الفلوس اللي معاك؟ خلاص يا عم هديلك 100 جنيه، ما تزعلش نفسك. لا اشبع بيها انت ال100 جنيه دي وخلي الفلوس تنفعك، انت مش هتشوف وش تاني معاك. هستأذن انا دلوقتي يا اولاد. دلوقتي يا اولاد الحصة خلصت، وانت يا برشامة ابعد على مكتب المدير عشان تاخد المكافأة بتاعتك. والله انا مالية نفسي اخد المكافأة. عفركوش زعل مني ومشي ومش هشوفه تاني. مين عفركوش ده؟ لا ده واحد صاحبي انت ما تعرفوش. طيب ما تنساش تعدي على المكتب عشان تاخد المكافأة بتاعتك. يلا هسيبكم انا، الحصة خلصت. A few moments later.
دلوقتي انا ماشي قدامك ورايح عند المدير، ما تنساش تيجي ورايا عشان تاخد الجايزه بتاعتك. والله انا مالية نفسي اروح اخد الجايزة وعفركوش زعل مني. يا بختك يا عم، مين زيك دلوقتي؟ كسبت جايزة كبيرة اهو. والله يا حموكش انا مالية نفسي اخدها، انت ممكن تروح تستلمها مكاني دلوقتي. ليه يا ابني وانت هتروح فين؟ وبعدين روح استلم الجايزة بتاعتك وروح زي ما انت عايز تروح. لا بقى يا حموكشة، قلت لك روح انت يا اخي، انا ماليش نفسي اروح، انا همشي دلوقتي حالا نروح استلمها مكاني. الواد ده تصرفاته مش طبيعية خالص، هو في ايه؟ اما اروح انا استلم الجايزة مكانه. السلام عليكم يا بابا انت وماما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كويس انك جيت دلوقتي عشان نتغدى سوا. بصراحة يا ماما كده انا ماليش نفسي اكل، اتغدوا انتوا، انا هدخل انام. الواد ده مش طبيعي يا حاجة، وفي حاجة غلط. يا حاج ما انا كنت ياما بقول لك كده وانت ما كنتش بتصدقني وتقولي سيب الواد في حالي يا وليه. بقى انت يا برشامة تعمل فيا كل ده انا اللي خليتك اشطر واحد في المدرسة كلها، وخليت كل المدرسة وكل اصحابك بيضحكوا بيك. تيجي بقى عند ما ربنا يكرمك وتستلم الجايزة تبخل عليا انا يا برشامة؟ ما كنتش متوقع منك كل ده. انا لازم اسيب لك البيت واشوف لي بيت تاني، بس لما تجيلي يا برشامة. عفركوش حبيبي انت زعلت مني؟ هو انت ليك عين تكلمني بعد اللي عملت كل ده؟ حقك عليا يا عفركوش، صدقني كان غصب عني. ممكن تقولي كده؟ انت اتعلمت الشياكة واللبس النظيف غير على ايدي انا؟ كنت اخر واحد في المدرسة كلها وكنت بتتضرب. لما خليتك اشطر واحد في المدرسة اول ما اتنططت عليا انا. صدقني يا عفركوش مش هعمل كده تاني، وكل اللي انت عايزه انا هجيبهولك، وصدقني الجايزة دي ما تلزمنيش خلاص، انا اتنزلت عنها يا عفركوش وما اقدرش على زعلك يا صاحبي. انت صدمتني يا برشامة، صدمتني صدمة كبيرة، ما كانش عشمي فيك ده كله. طب خلاص طيب حصل خير، انا قلت لك حقك عليا والجايزة ما استلمتهاش اهو. طب وعدني طيب ما تعملش الحركة دي تاني، عشان لو عملتها مش هتشوفني تاني. وعد مني يا صاحبي مش هيتكرر تاني، خلاص بقى. بالحضن يا برشامة بيه. حبيبي يا عفركوش. مساء الخير يا سيادة المدير. مساء النور يا حموكش. انا جاي يا سيادة المدير استلم الجايزة بالنيابة عن برشامة صاحبي. ليه هو برشامة فين عشان تستلم انت الجايزة مكانه؟ تعب فجأة يا سيادة المدير وروح وقال لي استلم الجايزة مكان انت يا حموكش. طيب يا حموكش تاخد الجايزة بتاعت زميلك وتوديها له لحد باب البيت. حاضر يا مستر. وطلعوا الحرامية قطعوا الطرق على الراجل اللي معاه فلوس وخدوها منه كلها، والراجل رجع البيت حزين على الفلوس اللي ضاعت منه. الحمد لله اخيرا نمت يا اخي. برشامة انا جبت لك الفلوس وجيت يا صاحبي. يا ابني الله يخرب بيتك، جبتهم هنا ليه؟ امال اجيبهم لك فين يا عم؟ وطي صوتك طيب، وطي صوتك احسن حيطان ليها ودان. فلوس؟ انا سمعت صوت فلوس يا برشامة. لا ده انا كان ليا عنده فلوس، نام انت بتضحك عليا تاني يا برشامة؟ لا يا عفركوش انت عارف ان انا ما اضحكش عليك، دي فلوس كان ليا عنده يا صاحبي. حموكشة قول الحق، مش الفلوس دي انا كان ليا عندك؟ يا ابني كان ليك عند ايه؟ الفلوس دي اللي انت كسبتها في الجايزة النهاردة. الله يخرب بيتك يا حموكشة، فضحتني. انت لسه برضه بتضحك عليا وعايز تستغفلني؟ انا ماشي ومش راجع لك تاني. خد بقى الفلوس يا برشامة. عم حرام عليك يا حموكشة، طفشت الكنز مني، سيب الفلوس وروح انت بقى. ابسط يا عم بقى، الفلوس كلها ملكك اهو، اعمل فيها كل اللي انت عايزه لما تشوف اخرتها معاك ايه. كنت عارف ان انا مش ههون عليك، وعارف انك بتحبني زي ما انا بحبك، ما تعملش معايا الحركات دي تاني. حاضر يا عفركوش، انا كمان بحبك. قول لي بقى المتابعين انك بتحبهم زي ما انا بحبهم كده. انا بحبكم قوي ومبسوط جدا ان انتوا بتتفرجوا على السلسله بتاعت برشامه والعفريت. ما تنسوش بقى تتابعونا بقى على القناه علشان خاطر يوصل لكم كل جديد، وتعملوا لايك وشير علشان الحاجات دي بتفيد القناه جدا. وانا كمان بحبكم جدا انا وعفركوش، اللي بيحبنا يكتب لنا في الكومنتات.